نفس الحداد نفس التعب بس بألمانيا وبلجيكا. الراتب والحياة مو نفس الشيء أبدا. خليني أورجيك الحقيقة كاملة. بألمانيا الحداد غالبا بيكسب 3000 4500 يورو بالشهر قبل الضرائب حسب الخبرة والموقع والشغل. أما ببلجيكا المعدل أقل شوي، غالبا بيدور حوالين 2500 3500 قبل الضرائب. متوسط عمال الحام تقريبا 17 ل 20 يورو بالساعة، تعادل 2800 3400 بالشهر. الضرائب والمعيشة هون الفرق الحقيقي مو بالراتب، شو بيبقى بجيبك آخر الشهر. ألمانيا ضرائب متوسطة إلى عالية، تأمين أقوى، نظام واضح. بلجيكا ضرائب أعلى عادة، تكلفة معيشة مرتفعة خصوصا بالسكن. يعني ممكن تشوف رقم قريب بس الصافي بيختلف حسب المدينة وطريقة حياتك ومصروفك وضغط الشغل. بألمانيا انضباط عالي بس النظام واضح ودقيق جدا، كل شيء محسوب، وقت، جودة، سلامة. بلجيكا الشغل أقل تنظيم ببعض الورش بس الضغط بيجي من السرعة، الإيجار وتكلفة المعيشة. ألمانيا حاليا فيها نقص كبير بالعمالة المهنية، يعني طلب عالي على الحدادة واللحانين، نقص عمال بناء بالآلاف بأوروبا، تزيد الطلب على العمالة. بلجيكا كمان فيها طلب بالسوق أصغر والفرص أقل توسع مقارنة بألمانيا. والخلاصة يا صاحبي، مو البلد يلي بيفرق، الشخص يلي بيفهم الشغل وين بيروح. الحدادة مو مكان، الحدادة عقلية. تابعني لأنه الحديد مو بس شغل، الحديد عقلية كاملة. بصراحة أنا